السلام عليكم، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اقدم لكم احلى واجمل التهاني بيوم العيد. كل عام وانتم بخير، من العايدين والفايزين، والله يعيد علينا وعليكم انه وانتم باحلى صحة واحسن حال. انا والله حبيت افرجكم على نهار ايام العيد في الرياض. شوفوا الناس شلون، كيف غيبوبة، ما في احد، حرفيا ما في احد. يعني سبحان الله، يعني العيد عندنا يبتدي من الليل إلى من الساعة 12 الظهر، خلاص هنا تبتدي الغيبوبة، ما في أحد. الكل نايم، يعني غيبوبة غيبوبة، يعني ما في كلام. طبعا متى يبتدي عيدهم؟ بعد ما يقومون الساعة 12، بعد نومتهم الساعة 12 يقومون الساعة بعد المغرب تقريبا، من بعد المغرب إلى فوق يبتدي نهارهم. يبتدي يعني يجي الليل يبتدي نهارهم، هم يصحصحون، يعني يطلعون يعيدون ويسلمون على بعض ويسهرون ويروحون يتمشون، يشوفون الحفلات ويشوفون من بعد المغرب إلى أن الفجر مرة ثانية، ثاني يوم غيبوبة ثانية، وهكذا لما ينتهي العيد. فصراحة يعني أجواء العيد السنة، يعني هالسنين هذه اللي حنا فيها عايشين الحين، تختلف تماما عن الأعياد قبل 15-20 سنة كذا. كان الناس يروحون يعيدون فعلا الصبح ويبتدونها بعد الظهر، ويعيدون على اللي ما شافوهم، والبيوت مفتوحة كلها، ويعني يعيدون على بعض إلى العكس، لما المغرب العشاء يبتدي يقولون الناس، يبتدي تقل الزيارات، تبتدي الغيبوبة من المغرب إلى العشاء، خلاص الناس يبتدون ينومون. عكس الحين، اللي الحين 12 ينتهي العيد عندنا في السعودية، 12 غيبوبة، خلاص الكل نايم، ما في يعني طلعات، ما في روحات، ما في، يعني خلاص من الفجر إلى الساعة 12 كثر الله خيرهم، يعني ما قصروا طولوا لأنهم يواصلون، يعني ما ينومون. فخلاص يكونون يوصل 12 الظهر يكونون منتهين. فأنا الحين بترك لكم الفيديو، وشوفوا شوارع الرياض كيف خالية تماما من الناس. يعني يمكن السيارات هذه اللي انتم تشوفونها ترى قليلة بالنسبة لزحمة الرياض لو تشوفونهم، يعني مو سهل. فأنا بترك لكم الفيديو وتفرجوا على شوارع الرياض كيف فاضية.